السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء. إخواني إخواتي، معكم الشيخ الروحاني عبد العزيز أبو سلطان. اليوم إن شاء الله أبي أتكلم عن مواضيع كثيرة. طبعا بالفيديو السابق بآخر الفيديو تركت لكم برهان لشخص نزلت له، واليوم إن شاء الله بآخر الفيديو بترك لكم الشخص نزلت له. فاليوم إن شاء الله نتكلم عن أمور كثيرة، ومن بينهم جاني رجال من كم يوم، رجال فقير وما عنده ولا ريال يدفعه حق مواد. الرجال تواصل معاي وسألته شنو وضعك وحالتك. الرجال قال لي والله يا شيخ كان عندي كم ريال، تواصلت مع أحد المشايخ اللي يعملون التنزيل، ولكن الرجال نصب عليه بالفلوس وما سوى ولا شيء. وقل لي يا شيخ أنا قاصد الله وقاصدك. المهم قلت للرجال انتظر شوي، ارسل لي اسمك واسم أمك وعمرك وخليني أكشف عليك، وإن شاء الله يكون خاطرك طيب. بعد نص ساعة بالضبط، سبحان الله، الرجال فقير وطيب، الله يسر له أمره. قلت له شوف يا أخوي، روح حق أحد أصدقائك وجيب منه بقرة ولا تعجز روحك. الرجال قال لي يا شيخ أنا عندي صديق وإن شاء الله ما يقصر وياي. قلت له زين، توكل على الله ولدي. والحمد لله بفضل الله الفلوس نزلت، وأنتم شفتم بالفيديو اللي قبل هذا كيف بحط لكم الفيديو. في الموضوع يا أخواني اليوم إن شاء الله بشرح لكم عن شيء جدا مهم. أخواني، التنزيل له عدة طرق، له عدة أمور، وكل قرين ويحتاج شيء. يعني الرجال نزلت له شيء نستخرجه من العجل أو البقرة. فاليوم بقول لكم شيء إنه كل قرين ويحتاج شيء. يعني في قرين نقدر ننزل عليه عن طريق اللبان العماني، وفي أشخاص عن طريق القرآن الكريم، وفي أشخاص عن طريق الزئبق الأحمر، وفي أشخاص عن طريق تسخير الجن، في أشخاص عن طريق عظم الهدهد. فالحمد لله أنا بعد ما بكشف على قرين الشخص بشوف الشيء الأنسب له والأفضل له واللي يقدر يحصله عن طريق شيء بسيط وما يتكلف بهالشيء هذا. علشان كذا انتبهوا، تجنبوا من النصب. واللي يخبرك انه تحتاج زئبق أحمر، كلنا نعرف ان الزئبق غالي كثير، مو كل شخص يقدر يحصله. فالحمد لله احنا بعد ما نكشف على القرين يبين معانا كل شيء، واحنا نشوف الشيء الأنسب وننزل للشخص عليه. طبعا التنزيل قلت لكم من قبل ياخذ وقت من بين 24 لين 48 ساعة. وإذا جاني شخص قرينه نظيف ومو مكلم أي شيخ من قبل 12 ساعة إن شاء الله بنهيل الموضوع كامل. وكل إنسان يبحث للحقيقة، كل شيخ روحاني لابد أن نحدث نفسه بهذا الأمر. الموضوع ليس لجلب المال أو تنزيل، الموضوع منعطف مهم في الحياة الروحانية. ممكن نقول قوة أو هيبة عن جميع العلوم، وهنا يكون مميز، ويكون من ذكر اسم الشيخ ترتعد منه النفوس. هناك فرق كبير من بين أنك تكون عالم واخذ الشيء هذا وراثة أب عن جد، بينما تكون أنت دارس ومتعلم هالشيء هذا. بيه فرق كبير. التنزيل يا أخوان علم يحتاج روحاني، لكن المال كلنا نعرف أنه وسيلة وليس غاية. وإن شاء الله أخواني بالفيديو اللي جاي أشرح لكم عن أمور كثيرة، انتظروني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم الشيخ الروحاني عبد العزيز أبو سلطان. السلام عليكم شيخ أبو سلطان، بارك الله فيك وجزاك الله ألف خير. هاي الدولارات نزلت وهاي إني جالس أتأكد منها، ونصيبك موجود والله يعطيك العافية والصحة. وهسا أنا على يقين إنك قصدك شيخ، وأنا ممنون لحضرتك كثير.